انك تصور تحت المية ده شيء جميل، بس ترجع البيت تبص في الصور ما تلاقيش اللي صورته، ده شيء يرعب. طب امال ليه بقى؟ اسمع القصة. يشاركني الكثير من الناس عدد كبير من القصص، فاختار واحدة ليك يا صديقي. بس قصة النهاردة كانت غامضة. يعني ايه يعني واحد يصور حاجات ويجي يفتح الكاميرا ما يلاقيهاش؟ حسيتها قصة شات جي بي تي شوية. طب عملت ايه؟ ابحث بقى القصة صح غلط نفهم. مستعد؟ القصص دي فعلا موثقة لكذا غواص، في حالات لغواصين ومصورين تحت المية صوروا تحت، ولما طلعوا فوق لقوا الصور يا سودة يا فيها ضلال غريب يا من غير كائنات بحرية. الله علينا احنا اتجنينا. غواصين في بحر الكاريبي وسواحل تايلاند صوروا كائنات بحرية قدامهم، ولما طلعوا ما كانش في حاجه في الصور. سيسل جورم الناس بتقول لك الصور ساعات بيطلع فيها ضلال غريب وشاكين فيها برضه. انا رايح كمان كام يوم السيسل جورم هشوف القصه دي واقول لك. ما يمنعش برضه ان في التصوير احيانا الكاميرا بتبقى معلقه او الاضاءه مش حلوه او العدسه مشبره، فطبيعي الصور يطلع فيها حاجه غلط. مش كله عفاريت. بس في النهايه برضه يا صديقي احب اقول لك ان احنا مش في الميه برضه لوحدنا، في احنا وفي كائنات بحريه وفي كائنات مش بحريه احنا ما بنشوفهاش. تفتكر بقى صديقي القصه دي ممكن تكون بتحصل فعلا ولا دي غواصين بتهبط من جميع انحاء العالم؟ اكتبوا لي في التعليقات. اتحاصرنا بين القروش في واحده من اصعب اللحظات، واسمع القصه. اللعب كله يا صديقي بيكون مع التايجر شارك او الهامر هيد. بصراحه دول اللي اعرف ليهم اماكن معينه ثابته. التايجر شارك 100% هتنزل تلاقيه في المكان ده، الهامر هيد وهو مهاجر في اماكن معينه هنا. المهم نزلنا المايه في جروب وغطسه عاديه للترفيه، في نفس الوقت كان تخصص معين كده لدراسه طباع القروش. وفجاه بدات القروش تظهر واحد ورا التاني ورا التالت. انا بعمل ايه ساعتها؟ برفع حالة الاستعدادات، لازم ابقى منتبه لكل واحد. عندك مثلا في لحظة من الزمن قرش كان جاي من الناحية دي والتاني جاي من الناحية دي، وانا مش عارف ابص لده ولا ابص لده، لان لازم ابقى باصص لهم. في نفس الوقت لازم تبص وراك عشان لو في حاجة جاية. ساعتها بقى صديقي صديقك الفاهم لازم يساعد معاك، هو يواجه واحد وانت تواجه واحد. انا عايز اقول لك ان كان في قرش جاي عليا خلاص المسافة اقل من متر وحوى الطريق، انا قلبي وقف لمدة ثواني. فضلنا على ده الحصار لحد ما المدرب فضل يمسك سمك التونة اللي في النص، يعني بيحاول يقرب القروش منه. انا عايز اقول لك ان من كتر الفضول ممكن القروش تبلع الكاميرا وتهرب بيها اصلا. ولحد ما طلعنا واحنا كنا متحاصرين منهم، لا بنأذيهم ولا هم بيأذونا، كل الموضوع اللي هو فضول منهم واحنا من ناحيتنا دراسة ومعرفة لطباعهم اكتر. ايه المكان اللي لو نزلت فيه 100% هتشوف التايجر شارك؟ قول لي البلد والمدينة، تجاوب صح تكسب تيشيرت. 48 ساعة في المحيط مع أسماك القرش، تجربة مجنونة لاتنين غواصين. واسمع القصة. بول دي جيلدر غواص في البحرية الأسترالية ونجا من هجوم سمكة قرش قبل كده مش بيحرم، والتاني جيمس جلانس جندي سابق في البحرية البريطانية. الاتنين اتطوعوا في تجربة مجنونة في برنامج اسمه شارك ريجد على قناة واتعرض في 2018، وهم إنهم يفضلوا على قيد الحياة 48 ساعة في المحيط ومتعرضين لكل الظروف الطبيعية واخطرها سمكة القرش. طب يا مو ايه يعني العذاب ده؟ ايه الفكرة في كده؟ محاكاة او تدريب للظروف الصعبة اللي بيواجهها الناجين من حطام السفن، وده هيوفر لنا ان احنا نعرف قدرة تحمل البشر وسلوك اسماك القرش في الاوقات دي. واكيد فلوس يعني يا صديقي، واحد هيضحي بنفسه يعني يومين في المية ببلاش. يقول لك المركب هتنفجر كمان دقيقتين بالظبط، وهوب نط في المية والتحدي يبتدي. لا اكل ولا شرب ولا حتى هتتفرج على مود رار. عدى النهار والمغربيه جايه، الدنيا الصبح عدت عليهم بخير، بس الليل داخل والرعب هيبتدي. وبغروب الشمس بيقول لك القروش بدات تزداد جرأة عليهم وتلمس فيهم، والاتنين بدا يسيطر عليهم الخوف والجفاف، تعب جسدي ونفسي. اثبت وحياة ابوك اوعى تطرطش. القرش فضولي، يعني لو حس بحركه زياده هيقرب، ولو لمسك وطرطشت انسى. وكل فريق الدعم كان بيراقبهم طول الوقت. وفي الليله الاخيره التوتر كان على الاخر، واسماك القرش جرأتها زادت اكتر واكتر، وفي الفجر سحبوهم على المركب وقالوا انها كانت اصعب شيء عملوه في حياتهم. لو عرضوا عليك 350,000 دولار وقال لك مود رار هيبقى معاك، نطلع الطلعه دي ولا ايه؟
تخيل انك محاصر جوه كهف في اعماق الارض، لا اكل ولا شرب ولا ضوء واكسجين بالعافيه. يا مو انت اتلخبطت وقصدك اعماق البحر صح؟ لا صديقي، ده كان كهف على الارض والكهف غرق والناس جواه. واسمع القصة. 23 يوليو 2018 فريق كرة قدم أطفال من تايلاند، المدرب كان عامل لهم رحلة في كهف معين اسمه تام لوانج نان، ويا رب أكون بقولها صح. وبالمناسبة الطبيعة في تايلاند يا صديقي ما أقولكش، خضرة وجمال وكهوف وكمان غطس. زرتها مرة وكانت متعة، وإن شاء الله نعمل رحلات ليها. بس أول رحلة لينا هي شهر 7 الجاي، مودرار في شرم الشيخ. لكل اللي حابب يجي، رحلات شرم ودهب وكورسات ونتقابل كلنا. المهم المفروض دي رحلة لذيذة بقى جوه كهف ومغامرات، وهيرجعوا قبل الليل. بس القدر كان ليه رأي تاني. عاصفة موسمية، أمطار وفيضانات قفلت بوابة الكهف. ومين جواه؟ برافو عليك، الأطفال. هوب الحق بلغ، بس فريق الإنقاذ عاجز. طب الحل إيه؟ غواصين محترفين بتخصصات مختلفة ما يقولوش خبرة عن مودرار لو سمحت. وفعلا وصلوا ليهم بعد حسابات دقيقة يا صديقي ومصاعب. الفكرة بقى كانت في رحلة العودة بيهم أحياء. طب الغواصين فاهمين، الأطفال ما يعرفوش حاجة عن الغوص، ما لقوش حل غير إنهم يخدروهم ويلبسوهم المعدات ويخرجوا بيهم. 3 أيام كانت فعلا مهمة مستحيلة، وتوفى فيها غواص، بس الحمد لله كل الأطفال خرجت. القصة دي هزت العالم. عارف الكهف ده كان في جزيرة إيه؟ جاوب صح عشان تكسب تيشيرت، وهقرا كل الكومنتات. الاخطبوط مسك في راسه ولف دراعاته ال8 على جسمه. ده مين الإنسان المنحوس ده؟ اسمع القصه. وانا قاعد في الجيم بطلع الاسترس بتاعي مع الحديد، جات لي رساله من بنوته عسل والله، بتقول لي، قالت لي ازيك يا مو، انا بحب اتفرج عليك وبحب قصصك، واحكي لك اول مغامره ليا مع الدايفنج. بتقول لي نزلت الميه انا والجايد، وكان في اخطبوط واقف على شعب، والجايد كان عايز يوريهولي. حلو فقرب الجايد من الشعب ومن الاخطبوط كده مش حلو خالص. قول لي، فالاخطبوط طلع كبير وما كانش باين اللي هو بالحجم ده. طبعا انا متخيل لان الاخطبوط كان متلون بلون الشعب ومتخفي. بتكمل وبتقول لما الجايد قرب منه طلع وقام ماسك في الجايد، والجايد هوب مش عارف يبعده، وانا والجايد بس تحت الميه، وانا مش عارفه اروح فين ولا اجي منين ولا انده على مين، وبدراعاته ال8 بيلف بيهم على الجايد. موقف لا يحسد عليه الصراحه. تخيل انت معاك حد اول مره ينزل دايفنج ومش فاهم ولا عارف، واكيد هيخاف. وبتقول انها اول مره تلبس زعانف ومش عارفه تعوم بيهم، كل ما تحاول تبعد عنهم تلاقي نفسها بتقرب. فضلت العركه شغاله ما بينهم. الجايد بيحاول يشيله من عليه، بيصارع ومتعسف، بس بيحاول يبين لي انه عادي. عزيزي الجايد، كلنا هذا الرجل، الدنيا تبقى بايظه وانت لازم تبين ان الدنيا بخير. والاخطبوط ايه؟ متبت، ما اقولكش. قايل لك الحلقه اللي فاتت اللي الاخطبوط عنده كوبايات شفط، يعني كان عامل له حجامه تحت الميه. ايه اللي يحصل بعدها؟ الاخطبوط يطلع يقف فوق راس الجايد ويلف دراعاته ال8 حواليه، لدرجه انه قلعه الماسك. هي بقى خلاص نفسها تطلع من الخضه وعماله تشاور له انا عايز اطلع. بصي انا معاكي ان انت مخضوضه، بس هو الراجل في ايه ولا في ايه؟ بتكمل وتقول وطلعنا فوق الميه والاخطبوط لسه عليه، وعلى سطح الميه شاله بالعافيه، لدرجه اللي في حته من الاخطبوط فضلت لازقه على الجايد واتقطعت مش راضيه تطلع. هي كان شعورها مخضوضه بس ما بنكتش، مع انها مبتدئه واول مره. انت صديقي شعورك كان هيبقى ايه؟ سفينة فاخرة ومعجزة هندسية اتحولت لمقبرة في 18 دقيقة وغرقت بأسرارها في المحيط الأطلسي. واسمع القصة. في 7 مايو 1915 لوسيتانيا البريطانية اتحركت في رحلة من نيويورك لليفربول. الركاب بقى فاكرين انهم متحصنين وفي امان وفي سفينة كبيرة وضخمة، ولكن الساعة 2 بالليل بالقرب من السواحل الأيرلندية غواصة ألمانية هوب ضربت عليهم توربيد واحد، انفجار كبير، وفي دقايق دخلت دوامة الموت. المشهد مرعب، كله بيصرخ وبينط في المية. مأساة يا صديقي. أنا جاي في شهر 7 شرم الشيخ والناس حاجزة معايا رحلات كتير. أمان عليك يا صديقي، لو حصل أكشن زي كده نبقى في ظهر بعض ومحدش يبنك. المهم من بين 1900 شخص نجا 700 واحد، والباقي بلعهم المحيط، رجاله واطفال وستات. غرق السفينه صدم العالم وابتدى الجدل. الالمان ضربوا السفينه البريطانيه ليه؟ يا ترى كان متهرب عليها ذخيره؟ لو فعلا ففي قانون الحرب هي هدف مشروع، بس هل ده مبرر يعني على انهم ينهوا كل الارواح دي؟ وبعد عقود من الزمن نزل عليها الغواصين واكتشفوا فعلا انها فيها ذخائر حرب. سفينه لوسيتانيا على عمق 90 متر، نصب تذكاري لارواح بريئه دفعت ثمن الحرب. عارف
ايه هي اهم 5 حاجات تعملها لو المركب اللي انت عليها بتغرق؟ قولوا لي في التعليقات. تخيل نفسك صحيت في ظلام تام في اعماق المحيط لوحدك تماما، السفينه بتغرق، حركة أسماك القروش حواليك، ولا أكل ولا شرب ولا هوا نقي ولا مخرج. ده مش فيلم رعب، دي قصة هاريسون أوكين، الراجل اللي قعد 3 أيام محاصر في جيب هوائي في قاع المحيط الأطلسي. واسمع القصة. في 26 مايو 2013 جاكسون، ودي مركب بتديرها شركة شيفرون في مياه الأطلسي المضطربة، كان عليها 12 فرد طقم السفينة بما فيهم أوكين طباخ السفينة. الصبح بدري والراجل لسه نايم وحصلت الكارثة. موجة عملاقة ضربت السفينة وقلبتها، والمية دخلت في كل مكان، الكباين والممرات اتدمرت، والمية سحبت كل حاجة وكل شخص لتحت. أستاذ هاريسون بقى اللي هو نص نايم بيدور في الضلمة، اللي هو خير يا جدعان، بيحاول يدور على أي حاجة يمسك فيها ومرعوب. طقم السفينة كله غرق، 11 فرد على المركب، بس هاريسون كان محظوظ ولا اتصاب بلعنة؟ اكتبولي في التعليقات واستنى الجزء الجاي عشان تعرف ايه اللي حصل لهاريسون.